ازاي تتعلم مهارة وتعمل فلوس بجد؟ السؤال ده اللي هو على بال كل شاب نفسه يعمل فلوس. والفيديو ده بإذن الله انا هجيب لك من الاخر، هجيب لك الخلاصة. عشان نحل المشكلة دي لازم نرجع نشوف سببها الاول ونحل الاسباب واحدة واحدة. ايه اللي بيعطل الشاب او الشخص اللي نفسه يتعلم مهارة ويعمل منها فلوس؟ مبدئيا الفيديو ده مش بتكلم بس عن المهارات اللي انت ممكن تتعلمها اونلاين وتقدمها اونلاين، بل انا بتكلم عن اي حاجة انت ممكن تقدمها كخدمة، كسيرفيس. على سبيل المثال انا كدكتور اسنان، اللي انا بقدمه للمريض لما يجي عندي العياده بقدم له خدمه سيرفيس. ازاي تطلع فلوس من السيرفيس بتاعتك مهما كانت ايه؟ خلينا نمسك الموضوع من الاول. ايه اللي بيوقف ان الشخص يتعلم حاجه وان هو يطلع منها فلوس؟ ما دام هنتكلم عن الموضوع ده الناس هتتقسم نوعين: النوع اللي بدأ والنوع اللي هو ما بدأش. اولا الشخص اللي ما بدأش ليه؟ اولا عشان هو متشتت بين المهارات الكتير اللي ممكن نتعلمها والمجالات الكتير قدامه، ومش عارف يتعلم ايه بالظبط ويعمل منه فلوس. لان احنا في زمن المعلومات، انت ممكن توصل لاي معلومه بسرعه. وبرضه متشتت بكلام الناس، يقول لك واحد صاحبي مثلا عمل فلوس من مهاره كذا، يبقى انا اتعلمها. طب انت هتعلمها ليه؟ هي مش مناسبه ليك اصلا. تالت حاجه بيبقاش عارف المهاره المناسبه ليه، وهنعرف المهاره المناسبه ليك. اعرفك تعرفها ازاي في الفيديو قدام، بس تابع معايا. النوع التاني للشخص اللي بدأ بيواجهه برضه مشكلتين: مشكلة التعلم ان هو مش عارف ازاي يعلم نفسه، المشكلة التانية ان هو اتعلم المهارة فعلا ومش عارف يعمل منها فلوس. بإذن الله في الفيديو ده هعلمك ازاي تتعلم المهارة، وهكسر الحواجز اللي هي بتمنعك انك ما تعملش فلوس من المهارة دي. طيب انا مين عشان اعلمك كده؟ انا الحمد لله اتعلمت كذا مهارة واشتغلت بيهم كلهم، وما سبتش ولا واحدة فيهم غير لما عملت منها فلوس، حتى لو فلوس قليلة. ومع التكرار والتعلم والسكيل ستاكينج استنتجت فريم ورك ممكن اي حد يمشي عليه، بحيث ان هو يسهل له العمليه دي اكتر ويخلي الطريق واضح قدامه ويمشي فيه اسرع. طيب تعالى واحده واحده هنحل مشكله مشكله، وهنتكلم ازاي نوصل للنتيجه النهائيه ان انت تعمل يبقى معاك مهاره ويبقى معاك فلوس. دلوقتي انت عايز تعمل فلوس، تمام؟ الفلوس انت مش بتعملها، انت بتبدلها بقيمه. القيمه دي ممكن تقسمها حاجتين: يا اما خدمه يا اما منتج. انت ما عندكش منتج، انت هتبني القيمة بتاعتك بالمهارة اللي انت هتتعلمها وتقدمها للناس. طيب دلوقتي انا عايز ابني القيمة بتاعتي واقدمها للناس وابدلها بفلوس. فانا دلوقتي مش عارف ومشتت بين البحور الكتير والمهارات الكتير، ومشتت مش عارف اتعلم ايه بالظبط. خلينا نتفق على حاجة: عشان تتعلم صح لازم تختار صح. دي اول حاجة. ما تروحش تسأل حد اتعلم مهارة وعمل منها فلوس وتحاول تقلده، لان ظروفه غير ظروفك، لان اختياره غير اختيارك. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك تعالى اعلمك الكورس بتاعي، هعلمك مهارة كذا واخليك تعمل منها مبالغ كذا. ما عنديش مشكلة معاهم، بس اختار الاول، اختار المهارة الاول وامشي فيها شوية، بعدين مفيش مشكلة لو عايز تاخد الكورس. بس ما تبقاش انت اخترت وهو لعب على دماغك وخلاك تاخد الكورس بتاعه وانت لسه ما اخترتش. كده اول خطوة معانا ان انا لازم اختار كويس. اختار ازاي؟ احنا هنروح على السبوره دلوقتي هكمل لكم شرح عليها. طيب عشان تعرف تختار صح المجال اللي انت هتدخل فيه واللي انت عايز تعمل منه فلوس، انا عملت 4 اسئله قدامك تسالهم لنفسك بحيث الاختيار يكون صح فعلا ومناسب ليك. اول سؤال تساله لنفسك: هل انت فعلا بتحب المجال ده؟ هل انت عندك القدرة انك تتعب عشان المجال ده؟ بتحبه فعلا؟ اي قيمة انت بتقدمها او مهارة انت بتتعلمها هي في الاول وفي الاخر ضغط عليك، فما يبقاش الضغط عليك ضغط وكمان مش حبه. فمن الاول اختار حاجة انت بتحبها. ده اول سؤال. تاني سؤال: هل المجال ده مربح؟ فيه فلوس؟ العائد المادي بتاعه كويس؟ اصل ما تختارش برضو مجال انت هدفك انك تعمل فلوس، ما تختارش برضو مجال ما تعرفش تعمل منه فلوس. هو ممكن يكون انت بتحبه بس العائد المادي بتاعه مش كويس. تالت سؤال تسأله لنفسك: هل انت كويس في المجال ده؟ هل انت عندك خلفية في المجال ده؟ هل جربت تعمل حاجة فيه؟ على سبيل المثال لو انا كويس في استخدام الحاسوب، ما اروحش مثلا ادي دروس فرنساوي، حاجة ملهاش علاقة ومليش خبرة فيها. لا، ادور على حاجة في مجال الحاسوب مثلا، برمجة وغيره من المجالات اللي هي متعلقة بالحاسوب يعني. فهل انا ليا علاقة بالمجال ده؟ هل جربت حاجة فيه؟ عشان يكون عملية التعلم اسرع واخف عليا. السؤال الرابع: هل المجال ده مطلوب اصلا؟ هل عليه طلب؟ انا ممكن ادخل مجال يتوافق فيه كل الشروط، انا بحبه والعائد المادي ممكن يكون كويس وانا كويس فيه، بس الفترة دي ما عليهوش طلب، او مثلا اندثر من فترة يعني اختفى، لان زي ما انتم عارفين في الاي اي بدأ ياخد مكان بعض الشغلانات.
مثلا انا ما عنديش خبره كبيره قوي بالبرمجه، بس مثلا يعني ايه، انا مثلا بحب البرمجه وهي العائد بتاعها كويس وكويس فيها، ما اروحش اتعلم HTML واكون محترف فيها. بس ال HTML اندثرت، ما عادش حد بيستخدمها لحد دلوقتي، بيستخدموها بس خلاص يعني استخدام طفيف، استخدام خفيف قوي. المهم الفكره وصلت لك، ما دورش على مجال ما عليهوش طلب. طيب انت هتختار ازاي؟ هتجيب ورقه وقلم وهتسال نفسك الاربع اسئله دول، وهتكتب كل المهارات اللي انت ممكن تتعلمها وتقدمها كخدمه في بالك. مهارة واحد، مهارة اتنين، مهارة تلاتة، وامشي على كل مهارة بالاربع شروط دول. لو توافقوا معاك وانت متأكد منهم 100%، خلاص توكل على الله، اختار المهارة دي وابدأ رحلة التعلم فيها. طيب دلوقتي انا اخترت وهبدأ رحلة التعلم بتاعتي. زي ما البيت فيه قواعد وفيه عمدان وفيه سقف، كذلك المهارة اللي انت هتعلمها نفس الشيء. لازم يكون عندك قواعد، لازم يكون عندك العمدان، وفي الاخر يكون عندك السقف اللي هو من غيره البيت مكشوف للسماء وما ينفعش يكون بيت. ايه اللي انت بتقوله ده يا محمد؟ احنا مش فاهمين، يعني انا اعمل ايه بالظبط؟ بص معايا على المثلث ده. المثلث ده عندنا هنا المين سكيل، المهارة الرئيسية اللي انا اخترتها. عندنا هنا ايفر جرين سكيل، دي تمثل العمدان. يعني ايه ايفر جرين سكيل؟ ايفر جرين سكيل يعني مهارات دائمة الخضرة، مهارات مش بتموت. هنفهم اكتر، بس باختصار هي اللي بتقوي المهارة الاساسية بتاعتي وبتخليني انجز بسرعة واوصل للهدف بتاعي اللي هو الفلوس. دي ايفر جرين سكيل. طيب القواعد عندنا تمثل القواعد بتاعت المهارة بتاعتك، هي اللي بتسند المهارة بتاعتك، هي اللي بتميزك، هي اللي بتدخلك لسوق العمل، اللي هي الميتا سكيل. هنتكلم برضو عليها قدام. اختصارا هي المهارات العامة والشاملة، وهنفهم اكتر قدام، بس عايزك تركز معايا لان ده محدش كتير يعرفه ومحدش كتير بيتكلم عنه، وتقريبا انا الوحيد اللي هتكلم عنه على السوشيال ميديا. انا عارف انك بدأت تتوه مني شوية، بس ركز معايا والرؤية هتوضح لك قدام. زي ما قلنا هنا، دي المين سكيل بتاعتنا اللي هي المهارة الأساسية. على سبيل المثال هتكون فيديو اديتنج. ماشي، نيجي للإيفر جرين سكيل، هنفصصها وهنتكلم عنها واحدة واحدة. ايفر جرين سكيل زي ما قلت لك هي مهارات دائمة الخضرة. دائمة الخضرة يعني مش بتموت مع الوقت، يعني هي اللي بتسند المهارة بتاعتك، هي اللي بيستخدموها تقريبا في كل المجالات. المهارات دائمة الخضرة اللي انا ممكن اضيفها للمهارة الاساسية بتاعتي ممكن تكون زي تسويق، صناعة محتوى، وادارة مانجمنت، او مبيعات اللي هي السيلز، او اقناع، او التواصل كوميونيكيشن. الحاجات دي لو انا ضفتها للمهارة بتاعتي بتقويها وبتزود فرص ان العميل، لما انا استخدم المهارات دي اللي هي مهارات دائمة الخضرة، ان العميل يجي لي، مش انا اتعلمت المهارة واكون قاعد مش عارف اعمل ايه. لا، هي دي ميزتها كمان، ان انت ممكن تستخدمها في اي مجال تاني. يعني لو اتعلمت ازاي تسوق لنفسك وانت فيديو اديتور، هتتعلم ازاي تسوق لنفسك وانت في اي مجال تاني. طيب انا يا محمد هختار ده كله، هتعلم ده كله؟ لا، انت بتختار على حسب المهارة الاساسية بتاعتك. يعني مثلا انا لما اكون فيديو اديتور، ماشي، ما ينفعش اتعلم ادارة. انا هستخدم الادارة في ايه؟ ممكن مثلا اتعلم ماركتينج، ممكن اتعلم كوميونيكيشن عشان اتواصل مع العميل، تواصل. بختار على حسب المهارة الأساسية بتاعتي، وهنرجع للموضوع ده تاني بعدين. فباختصار خلينا نقول إن الإيفر جرين سكيلز هي اللي بتفرق الشخص اللي هو معاه السلاح اللي هي المهارة الأساسية ومش عارف يحارب، غير الشخص اللي معاه السلاح اللي هي المهارة الأساسية وعارف يحارب بمساعدة الإيفر جرين سكيلز، هي اللي بتخليه يدخل السوق ويحارب. دلوقتي هنتكلم عن الميتا سكيلز. ايه هي الميتا سكيلز؟ الميتا سكيلز هي المهارات العامة، مهارات شاملة كذا حاجة. على سبيل المثال انا لو هشتغل في مجال التدريس، ان انا ادرس حد حاجة زي ما بدرسك دلوقتي او بعلمك، النظام اللي انا عامله ده، لازم اكون متعلم السيلف ليرنينج، ان انا اعلم نفسي الاول عشان اعلمك. وفي فيديوهات ياما عن اليوتيوب بتتكلم عن السيلف ليرنينج او ليرن هاو تو ليرن، ازاي تتعلم اصلا. على سبيل المثال لو المهارة الاساسية بتاعتي هتكون ويب ديفلوبمنت، ان انا اعمل صفحات الويب مثلا على سبيل المثال، فهكون متعلم ايه؟ اتعلم ايه غير البرمجة؟ هتعلم البروبلم سولفينج، ان انا احل المشكلات او المعادلات.
ان انا اتعلم انجليزي، لان معظم الشرح على الانترنت هتلاقيه بالانجليزي، فانت لازم تتعلم انجليزي. مش بتكلم على الانجليزي بس، برضو على سبيل المثال لو واحد المهارة الأساسية بتاعته ان هو بيحفظ قرآن، محفظ قرآن، فالمهارة الشاملة او المهارة العامة اللي هو لازم يتعلمها، لازم يتعلم كويس لغة عربية. دي هتساعده وهتخليه عنده اساس قوي في تحفيظه للقرآن اللي هي المهارة الأساسية بتاعته. فعشان كده معظم الشباب او اللي دخل يتعلم مهارة شايف الطريق صعب، شايف الطريق ان انا اوصل للفلوس صعب. في الحقيقة هو مش صعب، هو اهمل ان هو يتعلم المهارات الأساسية، فالأساسيات عنده بقت ضايعة، فبقى الطريق بالنسبة له صعب. مثال برضو على الميتا سكيل، المهارات العامة اللي انا ممكن برضو تفيدني في حاجات ياما. يعني انا لما اتعلم انجليزي او اتعلم سيلف ليرنينج مش هيفيدني بس في تعلم المهارة الأساسية بتاعتي، لا هيفيدني في حاجات ياما، عشان كده بيسموها مهارة عامة. هي الايفر جرين برضو يعتبر عامة شوية، بس دي الميتا سكيل عامة اكتر منها. طيب مثال على كده، لو انا عايز اتعلم جرافيك ديزاين وعمري ما استخدمت كمبيوتر او حاسوب، فانا لازم اتعلم اساسيات الحاسوب الاول. واساسيات الحاسوب بما انها عامه مش هتفيدني بس في الجرافيك ديزاين، لا هتفيدني في كذا حاجه، فعشان كده اسمها ميتا سكيل. الميتا سكيل مش بختارها على حسب المهاره الاساسيه بتاعتي، لا بختارها على حسب المهاره الاساسيه وعلى حسب الايفر جرين. يعني انا لو مطلوب مني ان انا اتعلم في الايفر جرين سكيل، المهارات اللي هي دائمه الخضره، اتعلم ماركتينج، او اتعلم سيلز مبيعات، او اتعلم برسويشن اللي هي اقناع. معظم العلوم دي بالانجليزي، فانا عشان اتعلمها صح لازم اكون عارف انجليزي. فاحنا بنمشي بالترتيب، نختار دي الاول، بعدين بنختار دول الايفر جرين، بعدين بنمشي نختار الميتا سكيل بالترتيب. هندي كمان مثال على الثلاث اقسام بتوع الهرم بتاعنا. طيب على سبيل المثال لو انا عايز المهارة الاساسية بتاعتي، واخترت وفكرت وعملت الاربع اسئلة، واخترت ان انا اتعلم مهارة الفويس اوفر او اللي هو التعليق الصوتي. فالايفر جرين سكيل بتاعتي المهارات اللي هي بتقوي المهارة الاساسية، اللي بتخليني انزل السوق واحارب. مثلا السيلز، ان أنا اعرف ابيع، اعرف اقنع الاستوديوهات او الشركات ان انا اعمل لهم فويس اوفر على الحاجات اللي هم بيقدموها. طيب عشان اعمل فويس اوفر، لو انا هعمل فويس اوفر مثلا باللغه العربيه الفصحى، لازم يكون عندي اساس قوي في اللغه العربيه، فدي هي الميتا سكيل. ونقطه بسيطه، المهاره الاساسيه او قصدي الايفر جرين او الميتا سكيل، ممكن يكون المهاره الاساسيه بتتطلب مني اتعلم كذا ايفر جرين سكيل او اتعلم كذا ميتا سكيل. فعادي مش لازم اختار واحده بس، مش لازم اتعلم لغه عربيه بس، مش لازم اتعلم سيلز بس، ممكن اتعلم سيلز وكونتنت كرييشن، صناعه محتوى، بحيث ان انا اظهر اكتر. طيب دلوقتي يا محمد انا عملت كل الحاجات دي وعرفت لازم اتعلم ايه، لازم اتعلم ايه في الايفر جرين، لازم اتعلم ايه في الميتا سكيل، عرفت المهاره الاساسيه بتاعتي. ابدا ازاي؟ هل اتعلمهم كل واحده لوحدها واخلصها؟ يعني مثلا اتعلم لغه عربيه واخلصها، بعدين انقل على السيلز اتعلمها واخلصها، بعدين انقل على الفويس اوفر؟ لا. ليه؟ لسبب بسيط، لان بحر العلم مش بيخلص. لو انا بدات اتعلم لغه عربيه مش هخلصها، اللغه العربيه كبيره. لو بدات اتعلم سيلز مش هخلصها. الحل انك تبدا في الثلاثه مع بعض. ده ليه ميزتين. الميزه ان زي ما قلت لك ان بحر العلم مش بيخلص، وانت طول ما انت عمال تتعلم هتقعد تزيد علم وهتزيد خبره. تاني ميزه ان انت هتبدا بدري، هيبقى عندك خلفيه في الايفر جرين، وهيبقى عندك خلفيه في الميتا سكيلز، فهتبقى داخل السوق بدري وهتجمع خبره بدري عن اللي هو عمال يتعلم في المين سكيل بس. المجهود بتاعك هيتوزع على الثلاثه، بس الثلاثه دول ضروريين انك تعمل فلوس من المهاره بتاعتك. حاول دايما انك تعمل لنفسك جدول وتقسم الثلاث اقسام اللي هي الميتا والايفر جرين والمين سكيل، تقسمهم في الجدول بتاعك. استخدم الورقه والقلم كتير بحيث انك تعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، وتعرف راسك من رجليك. حدد مواعيد معينه انك تتعلم فيها، هيكون برضو هيسهل عليك الموضوع وهيسرع معاك العمليه. وتلخيصا للفيديو عشان لو انت تهت مني، هنلخص الفيديو بسرعه. اول حاجه احنا عرفنا ايه المشكله. المشكله اللي احنا ما بنعرفش نختار صح، فاخترنا صح الاول. تمام. بعد ما اخترنا صح عرفنا المهاره بتتكون من ايه، مش مهاره اساسيه بس، لا في ايفر جرين وفي ميتا سكيل. عرفنا المهارات اللي احنا هنتعلمها، الايفر جرين والميتا.
اللي هي هتساعدنا ان احنا نكسب من المهارة الأساسية. بعد ما عرفنا الثلاث أقسام بتوع الهرم، عرفنا ازاي نذاكرهم. هنذاكرهم الثلاثة مع بعض واحدة واحدة، مش لازم ناخد جزء كبير منهم وبس كده. الحاجز الوحيد اللي فاضل انك تبدأ، وده انا مش هقدر افيدك فيه قوي، انت اللي هتقدر تعمله مع نفسك. ولو عندك اي سؤال تقدر تكتبه في التعليقات، ولو حابب تتناقش معايا بشكل مباشر تقدر تحجز استشارة من التعليقات تحت. وكان معكم محمد عز الدين من قناة محمد عز الدين، والسلام عليكم.